السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة هنفرزه مع بعض القلقاس. طبعا هو مش وقته دلوقتي، هو المفروض نفرزوه على شهر واحد كده أو آخر 12، بس هوريكم ازاي تختاروه وازاي نفرزوه برضو عشان تبقوا عاملين حسابكم. احنا طبعا القلقاسة لازم تبقى مدورة كده، ما تبقاش لها بوز من فوق. وبتبقى فيها بزابيز كده، بزابيز صغيرة كده. ديت بتبقى القلقاسة الحلوة اللي هي طيبة وجميلة. وطبعا ادام الدنيا شتت على القلقاس، خلاص بتبقى القلقاس ده بيبقى حلو، يعني بيبقى. بس في برضو قلقاس بيبقى ما بيستويش، فهو بقى لما تشتريه بالطريقة ديت اللي بقولك عليها، تكون القلقاسة مدورة، مبيبقاش لها بوز من فوق، وفيها البزابيز الصغنونة دي. هي ديت القلقاسة اللي تختاريها بتبقى بتستوي يعني بسرعة. هنقشرها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا ما بنغسلوش القلقاس، ولا كمان بنجيب ناحيته مية، يعني ايدي تبقى ناشفة والسكينة وكل حاجة بنستخدمها تبقى ناشفة. انا بس نقشرها كده الاول، نتأكد ان انا شلت كل حاجة منها اه نقشرها حلو، وبعدين نجيب فوطة بقى نضيفة كده ونمسحها كويس، نفضل ندعك فيها كده وننضفها، هتبقى زي الفل. ونحطها في المعون برضو، المعون نضيف وناشف، وايدي رخرة تبقى ناشفة. امسح السكينة برضو كويس، وبعدين نبدأ بقى نمسكها، نعملها حلقات زي ما انتوا شايفين كده. اه زي ما بنعمله البطاطس بالظبط، ساعة ما بنيجوا نعملوها صوابع بنعملها حلقات حلقات كده، وبعدين نمسكها نعملها بقى صوابع. اهي دي الحلقات كده اهي، وبعدين نمسكها نعملها صوابع زي ما انتوا شايفين كده اهي. لحد كده سهل، احنا بنعمل البطاطس كده برضو. اما تيجي تفرزيه بقى، يعني تجيبي القلقاساية الواحدة على قد مرة. يعني لو انتوا عدد كبير جيبي قلقاساية كبيرة، عدد صغير جيبي قلقاساية بتاعت المرة الواحدة، بحيث انك لما تيجي تفرزيها تحطها في الكيس تبقى هي بتاعت المرة اللي هتطبخيها. لان في بتبقى نفس القلقاس، بس في واحدة بتبقى طيبة وواحدة لأ، فخليهم يبقوا هي واحدة بس اللي تحطها في الكيس. بعد ما خرطناه صوابع، خرطته بقى مكعبات زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنمسكه بقى على طول، ما نقعدوش ولا هنحط عليه اي حاجة. هنجيب الكيس بتاع التلاجة اللي بنفرز فيه، وهنفضي كده اهوت. بعد ما خلصت على طول هنفضيه في قلب الكيس. وزي ما قلت لكم، دول الحبة دول بتوع المرة الواحدة اهو. يعني ما تجيبيش كذا واحدة وتحطيهم مع بعض، او تعملي كمية وتلخبطي كله على بعضه، لا. خلي كل والقساية مع نفسها كده في الكيس. هنفرغ الهواء كويس، وهنربطها كالعادة، يعني زي ما بنعمله الملوخية، زي ما بنعمله البامية، كل الخضار بنعمله كده. نفرغ الهواء كده ونروحهم فردينها في قلب الكيس كده، عشان لما يتجمد بسرعة اهو. هنجيب بقى السلق بتاعه اهو. السلق طبعا ما بيبقاش متوفر دايما، فاحنا من الافضل، يعني انا بنجيبه نفرز شوية في الفريزر لما نكون حاطة قلقاس، فبنفرز شوية معاه. هتغسليه كويس، وبعدين تحطيه على فوطة كده ينشف حلو، وبعدين تروحي جاية عاملاه زي ما انت شايفة كده، بنقطفه كده اهوت، ونشيل العرق التخين اللي في النص بس. بناخد الورق كده ونسيب العرق التخين اللي في النص اه.
يعني الطبخة بتحتاج مثلا زي 20 عود 25 عود حزمة. يعني لو انت الحزم عندكم مش كبيرة قوي، او لو هي حزمة كبيرة اقسميها على نصين، كل مرة تاخدي نصها. بعد ما تقطفيه كويس كده يكون نشف، قصدي كويس يعني، بتاخديه تحطيه في الكيس على طول. اهو هناخده بقى نحطه في الكيس على طول على قد المرة اللي انا هنعملها. ما تحطيش كتير في الكيس وبعدين تاخدي منه ويعني وتقطعي منه، لا، خلي الحبة اللي في الكيس دول على مرة واحدة على طول. اهو هنربطهم بقى كويس كده بعد ما نشفناهم كويس من المية. هنضغط عليهم كده ونحطهم مع الكيس بتاع القلقاس عشان ما يتوهش مني، لان احيانا بنفتكروها ملوخية او نفتكروه حاجة تانية، فتخليه جنب القلقاس دايما. ويا سلام لو انت يعني ربطت الكيس ده وحطيتيه في قلب الكيس بتاع القلقاس. اهو هتحطهم مع بعض كده في الفريزر. كل سنة وانتم طيبين.